حتى وإن طال الفراق واشتد العناء، لكن يبقى طعم اللقب وبمثابة الفناء الآمن لسرب الصقور في مبارياته المتبقية، ليصل الحال إلى نفط ميسان ورحلة الوصول إلى المشهد الختامي. سيناريو الجزء الأول: الأزرق كالعادة وبدون هوادة، هجمات متوالية وضياع الفرص، والإصرار على نيل الهدف الذي إذا أتى فإنه سيفتح الحصار ويبدد الجدار الذي وضعه نفط ميسان، ليستمر الأداء حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول والذي انتهى سلبيا. المشهد الثاني من المباراة كثف الأزرق من طلعاته الهجومية محاولا تسجيل الأفضلية، لكن الموعد لم يحن. تكتلات دفاعية يحصنها نفط ميسان، والحال لم يقف أمام أمجد راضي الذي أطلق العنان لجمهور القوة الجوية لتسجيله الهدف الأول. الطلعات الهجومية لم تقف عند حد معين، ودرجة الغليان تتصاعد في المدرجات، ونشوة الهدف أعطت المزيد لجمهور الأزرق، لكن نفط ميسان خلف التوقعات بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة. ظن الجميع أن المباراة انتهت، وبما أن القوة الجوية عود محبيه على الدقائق الأخيرة ولا تحلو الأهداف إلا في هذه اللحظات، ومع المنقذ حمادي أحمد يقطع الصقور مسارا كبيرا في حسم اللقب. الحمد لله وشكرا كثير. انت المباراة الأخيرة كلها مباراة مضغوطة، يعني مستعجلين على الحسم. انت اليوم نشوف يعني حيازة مطلقة. الشوط الثاني يعني يمكن تقريبا نادرا ما فريق نفط ميسان عبر الوسط مقابل جملة من الفرص، وفرصة باي تشانس تصير بالجوال، يعني للأسف لأن هذا الجهد العالي وبعدين تركيز اللاعبين، لأنه يعني بصراحة أنه اللاعبين يريد يخطف لقب الدوري بأي ثمن، ولذلك شوف من كرة بسيطة جدا دخل بينا هدف التعادل، لكن إصرار اللاعبين واندفاعهم. لعبنا بطموح مشروع، احنا فريق شبابي قدرنا نوقف الفرق الجوية لحد دقيقة 70 اجى الهدف الأول، بعدين سجلنا هدف دقيقة 95 اجى الوقت القاتل، الهدف يستاهلون، نقول مبروك وهارد فريقنا. تخطى الكثير أمام جمهوره المثير وترك عنوانه الأثير العريق، يقترب من إضافة إنجاز جديد لتاريخه العتيد أمام خطوة ليست بالبعيد لصقور العاصمة التي ستحلق بالقريب من دون رقيب. أثير باقر، العراقية رياضية، بغداد.